احنا دلوقتي لما بنقول المعارضه الموجوده لا مش قادره تقدم بديل، النظام مش قادر يحل الاوضاع اللي موجوده، القوى الثوريه لسه ما اتطورتش بالشكل الكافي ان هي تحط بديل وتقدر تحط خطه متماسكه وقويه انها تقدر توصل لهذا البديل. لكن انا براهن ان مع الوقت، والوقت ده مش كتير على فكره، ومش لازم نراهن على نفس القوى الموجوده، اذ ربما قد تظهر قوى اخرى الفتره القادمه، وانا متوقعه ان تظهر قوى اخرى كرد فعل لهذا العجز الذي يعاني منه الجميع. قوى اخرى بتلمحي للجيش؟ لا خالص، لا انا مش مع ان الجيش الحقيقه يظهر وان هو الجيش يحكم مره اخرى، وان احنا بقى بنعيد تاني اللي هو مره الجيش مره الاخوان مره الفلول. لا مش كده، انا بتكلم على قوى ثوريه تقدر بالفعل انها تضع رؤيه تحقق بيها مطالب الثوره واهداف الثوره. انا اعتقد ان ده يعني احنا في اشد الحاجه ليه، واعتقد ان الوضع الحالي بيدعو لده وبيدفع الناس دفعا انها حاليا وفي الوقت الحالي لازم تقوم بده، لان الحقيقه كل اللي موجود على الساحه الان لا يلبي الشارع، لا يلبي احتياجات الشارع. اصحاب المصلحه الحقيقيين، انا كنت شفت الناس اللي معتصمه عشان السولر وازمه السولر، وانا جايه لك على فكره كان في حوالي 100 عربيه واقفين. كنت متاخره على البرنامج. ازمه السولر، وازمه السولر دي مش موضوع ميكروباص بس يا استاذ معتز. ازمه السولر يعني النقل، عربيات النقل، يعني نقل المواد الغذائيه، يعني نقل المواد الخام للمصانع، يعني حاجات كتيره جدا، يعني البلد ممكن تقف. لما اصحاب المصالح الحقيقيه بجد، وهي الازمه بالفعل بتضغط بشده، وخلال كام شهر شهرين ثلاثه تضغط باكتر على اصحاب المصلحه الحقيقيين، وانا بقصد باصحاب المصلحه الحقيقيين الناس دي اللي واقفه، السواقين بتوع الميكروباص، والناس اللي مش عارفه توصل لشغلها، والناس اللي مش هتلاقي تاكل، والمصانع اللي مش هتلاقي مواد خام عشان توصل لها، كل دول هينضموا لقوى الثوره وهيتكون فعلا بديل ثوري حقيقي. طيب تمام، ايه رايك لو نشوف ايه اللي بيحصل في محيط قصر النيل؟ لانه واضح ان في يعني اكشن زي ما بيقولوا حاصل هناك بقاله كتير. لو تابعتي الصوره تلاقي ان الاكشن موجود، بس الدنيا هاديه الحقيقه. يعني في تجمعات للشباب، بس مش شايفين مثلا اشتباكات او كر وفر زي ما بنشوف كل شويه. تعالي نتكلم مع حد في المنطقه هناك ويقول لنا الوضع شكله ايه. معايا الصحفي مصطفى رضا الموجود في محيط قصر النيل. مساء الخير يا استاذ مصطفى، يا ترى اوصف لنا الوضع عندك ايه؟ مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز. والله الاشتباكاتنا يعني فعلا كان من فتره صغيره جدا اشتباكات حاده جدا. كان قوات الامن مستقره دلوقتي حاليا قدام مون بوليفار، والمتظاهرين قدام شيبرد وقدام قميص وعلى محيط كوبري قصر النيل. يعني من فتره لفتره كده قوات الامن بتعمل حاجه اسمها كماشه، اللي هم يحاوطوا المتظاهرين من عند عمر مكرم وبيهجموا عليهم من على سميره ميس. بيقوموا باطلاق غاز مسيل للدموع بكثافه، وبرده قوات الامن من شويه قامت باطلاق خرطوش اصيب عدد كبير من المتظاهرين، وبرده تم القبض من فتره صغيره جدا على عدد كبير من المتظاهرين. قوات الامن طلعت فوق كوبري قصر النيل من شويه، صادت المتظاهرين واستقرت على كوبري قصر النيل. بداوا يطلقوا الخرطوش والقنابل المسيله للدموع على الكوبري. المتظاهرين فروا لحد اخر الكوبري من ناحيه حديقه الجزيره كده. استقروا هناك شويه. الطريق اتقفل من ناحيتين خالص. لما قوات الامن رجعت تاني عند سيمون بوليفار، بدا المتظاهرين يرجعوا مره ثانيه عند سميره ميس ويستقروا هناك. بس الوضع مش مطمئن. لا هو انا شايفهم في الصوره دلوقتي، بس مش شايف ان في يعني محاولات لمهاجمه الامن. هو المتظاهرين دلوقتي بيحاولوا يوصلوا لاي منطقه؟ لا، المتظاهرين واقفين على كوبري قصر النيل. تمام. وفي جزء ثاني واقف قدام سيمون بوليفار، واقف قدام سميره ميس وشيبرد. انا فاهم، بس يعني تعالى نفترض ان هم مثلا ما قدامهمش مقاومه من قبل قوات الشرطه، عايزين يروحوا فين؟ عايزين هم كل هدفهم ان هم قوات الشرطه خدت عدد كبير منهم اللي هم اصحابهم وزمايلهم، اصيب عدد كبير برضه من المتظاهرين. سحل متظاهر يعني امبارح اثناء خطاب وزير الداخليه كان في متظاهر بينسحل على الهواء. المتظاهرين واقفين لانهم فعلا يعني هم متضايقين من اللي بيحصل لاصحابهم وزمايلهم، لكن هم ولا عندهم نيه انهم يهاجموا اي فندق اي حاجه. لو عندهم نيه هم دلوقتي قدام سميره ميس. تمام. والقوات الامن عند سيمون بوليفار كانوا ممكن يقتحموا سميره ميس، لكن هم مش عندهم اي نيه لاقتحام اي حاجه. تمام. هو بس الاشتباكات اللي حاصله بين قوات الامن والمتظاهرين هم اللي خلتهم واقفين في المكان ده. انما تقدر توصف الوضع
في المنطقه اللي انت واقف فيها دلوقتي بان هو وضع يعني هدوء كده حذر، ولا ابتدوا يجروا دلوقتي؟ هو فعلا يعني كل 10 دقائق كده قوات الامن بتعمل حاجه اسمها زي ما بقول لحضرتك كماشه، بتبتدي تهاجم المظاهرين من ناحيتين عشان يقبضوا على العدد الكبير منهم. فالقوات الامن بتهدى كده فتره صغيره، وبعد كده يقوموا داخلين مره واحده يطلقوا الغاز بكثافه والخرطوش، او من دلوقتي هم حضرتك سامع الصوت، او من دلوقتي بدا يخش علينا تاني. ايوه شفت أيوة. تمام. ايوه يخش علينا مره ثانيه ويضربوا فينا ضرب جامد. وظاهر قدامي بتبتدي مبنى ظاهر قدامي، مبنى فندق شيبرد ابتدى يظهر قدامي دلوقتي كده، والغاز بيطلقوا الغاز دلوقتي بكثافه علينا. تبتدي المدرعات تدخل في الصوره. المدرعات تبتدي تدخل المدرعات يقبضوا على عدد من المتظاهرين ويطلعوا على كوبري قصر النيل. تمام. يبتدوا يطلعوا على كوبري قصر النيل يحدفوا الغاز، يعني اهو زي ما حضرتك سامع بالظبط. الغاز دلوقتي اعلى الكوبري، بيتحدف اعلى الكوبري، والعربيه المدرعه ظهرت في الصوره دلوقتي. هو ضرب جامد دلوقتي على الكوبري نفسه من فوق اهوت. ايوه زي ما حضرتك سامع بالظبط. تمام. فمن كل فتره قوات الامن بتعمل نفس الحركه. هو انت بتجري يا مصطفى دلوقتي؟ كله بيجري، مفيش حد واقف، لان بتضرب خرطوش وبتضرب كلام مسيل للدموع. طيب على كل حال اكيد هتفضل واقف هناك شويه، وهنرجع لك مره تانية علشان نشوف بس التطورات هيحصل فيها ايه هناك، ونسيبك تاخد نفسك. مصطفى رضا الصحفي اللي بيغطي الموضوع ده. انا هروح من الموضوع ده واسالك سؤال دلوقتي. مؤسسات الدوله لم تكتمل بعد، ولا عندنا برلمان، ما عندناش مجلس نيابي لسه، ما عندناش حكومه بمعنى حكومه، يعني عندنا حكومه الكل بينتقدها وينتقد ادائها وبيقول عليها حكومه يعني ربما لتسيير الاعمال، والناس قاعده ليل مع نهار تشتم في الحكومه. وعندنا رئيس منتخب انتخابا شرعيا وقاعد برضه يلاقي الانتقادات من كل حدب وصوب زي ما بيقولوا، ومفيش اي نوع من انواع الوفاق الوطني، ولا في معارضه راضيه تقعد مع سلطه، ولا سلطه راضيه تستمع استماع حقيقي لمطالب المعارضه وما الى ذلك. والمواطن قاعد في بيته بيقول الله، هو ايه اللي حصل في مصر؟ انا امتى هشم نفسي؟